تتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ أول حاجة، حاجة اسمها قاعدة ثابتة. الموضوع ده هيعتمد على وقتك الفاضي وانت عاوز ايه من التمرين. هل انت حياتك كلها بتدور حول التمرين ولا انت ماشي في حياتك والتمرين هيجي في الوقت اللي انت فاضي فيه؟ بمعنى دلوقتي انت واحد شغال صباحي، شغال لحد المغرب، فطبيعي مش هتقدر تتمرن قبل الفطار. فالمنطقي هنتكلم في الفترة اللي بعد الفطار. طيب هتيجي بقى هنا هتمرن قبل الفطار، قبل التراويح ولا بعد التراويح ولا قبل السحور؟ برضه هتعتمد على وقتك الفاضي وعلى حسب الجيم بتاعك. في جيم بيفضل فاتح لحد الصبح فانت تقدر تتمرن فيه قبل السحور، لا في جيمات بتقفل الساعة 12 بالليل، فانت قدامك يا اما الوقت بعد الفطار قبل العشاء يا اما بعد التراويح، فانت تختار الوقت المناسب ليك. طب ده هيفرق في حاجة؟ لا مش هيفرق في حاجة اطلاقا. هل